السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة هكلمكم كده عن البيجامات الشتوي لكل عروسة. النهاردة مخصصة الفيديو كده للبيجامات الشتوي اللي هي الثلاث لأربع قطع، اللي هي بتكون عبارة عن البنطلون والتوب والروب، وبيكون معاها حزام كده، واللكلوك اللي هي الشتوي دي بتبقى حلوة جدا وجديدة. النهاردة هوريكم البيجامات اللي انا جايباها كلها من النوع ده اللي الشتوي. هوريكم كده الالوان والاشكال والافكار بتاعتها عشان كل عروسة كده ما تستعجلش، ويلا بينا نبدأ الفيديو. طيب، اول حاجة يا بنات هوريها لكم هي البيجامة الشتوي دي. شكلها حلو جدا كده ولونها عجبني قوي، وانا بحب الدرجة دي جدا. هو ده كده شكلها يا بنات، هي درجة الموف اللي انتوا شايفينها دي بالظبط. انا بحب الدرجة دي جدا، وبحب الافتح بقى منها بدرجاته، بس ما بحبش الاغمق من كده. ودي الدرجة بالظبط اللي انا بحبها قوي، فبصراحة اول ما شفتها جبتها على طول. بصي يا بنات، هو ده كده شكلها. هي عبارة عن قطعة، اتنين، تلات، اربع قطع. اللكلوك والبنطلون زي ما انتوا شايفين كده، محطوط كده عليه طباعة قلوب بيضة. والروب فيه كده كاوتشو حلو جدا، وفيها الجيوب دي برضو قلب لون ابيض حلوة جدا. والتوب بتاعها زي ما انتوا شايفين كده فممكن تستغني عن الروب عادي وممكن لا. بصوا يا بنات، البيجامه دي جبتها انا مش فاكره الشتا اللي فاتت ولا اللي قبلها بصراحه، كانت ب470. انتوا متخيلين؟ مش عارفه بقى مع زياده الدولار كام مره في الفتره دي هيبقى سعره كام. ده كده شكل اللكلوك. بصوا القطيفه بتاعتها حلوه جدا وغزيره ازاي وباينه في ايدي، واللكلوك مبطن وتقيل، يعني حتى الخامة دي بقت مش موجودة اصلا. يعني انزلي كده شوفي البيجامات الشتوي الفترة دي خفيفة جدا، شكلها كده غريب والخامات بتاعتها غريبة، بس بصراحة دي كانت عجباني قوي. اول ما شفتها على طول جبتها كده، خصوصا اللون بتاعها عجبني جدا وانا شخصيا بحبه. دي كده اول بيجامه. البيجامه التانية يا بنات هي دي. انا جبتها بصراحه لان لونها مختلف وقوي، وفي نفس الوقت الستايل بتاعها كده كلاسيك شويه وقديم شويه، اللي هو بيتي قوي، ما فيهاش افتكاسات، ما فيهاش حاجات زياده او شيك قوي او واو قوي، لا كده اللي هي حاجه كلاسيك بيزك قوي عاديه جدا، بيتي كده بيتوته، فبتحسسك بجو البيت قوي. شكلها عجبني جدا. هو ده كده شكلها. هي بنطلون كده اللون بتاعه كده احمر غامق قوي او طوبي، انا مش قادره احدد اللون بتاعها، على بيتي كده، مش عارفه بالظبط. الخامه بتاعتها اسمها ماسة. حلوة جدا بصراحة وعجبتني. عبارة عن البنطلون والتوب تحتها نص برضو بيتي سادة، والبلوفر اللي انتوا شفتوه اللي هو الروب ده. وكمان جبت دي يا بنات، هي درجتها كده محايدة ما بين السموني والكشمير، يمكن قريبة من درجة البيجامة اللي انا لابساها دلوقتي في الفيديو. فشكلها حلو بصراحة عجبتني من البنطلون كاروهات، والكاروهات دي دايما بشوفها في البيجامات الصيفي، فجديد ان انا اشوفها بصراحة في بيجامة شتوي. وانا بحب البيجامات اللي بتبقى البناطيل بتاعتها كده كاروهات، بحبها جدا. فانا جبتها وهي مرسوم كده عليها قطة ودين كده وشنبات ومكتوب عليها كات مام. فهي حلوة قوي بصراحة وهادية قوي، ودرجتها خطيرة وبيتوتية جدا وعجبتني قوي. برضو التوب بتاعها ودي حاجة حلوة عشان لو اتحريتي تقدري تستغني عن الروب. ودي يا بنات كان سعرها زي ما انتوا شايفين كده 390 جنيه، بس بصراحة تستاهل وحلوة جدا جدا. دي برضو كانت البيجامة التالتة، عجبتني قوي. تعالوا بقى كده هوريكم البيجامة دي بقى قوية شوية، فيها كده افتكاسات وحركات والوان، ما انا مش هخلي كل الحاجات هادية او سادة. عجبني قوي البنطلون بتاعها مخطط كده، والتوب بتاعها مقسوم نصين، نص لون ونص لون، وعليه رسمة كده عروسة، شكلها حلو قوي. والروب بتاعها طويل وبرده خطيرة، ومعاها اللكلوك بتاعها. انا جبتها يا بنات بصراحة لان هي حلوة جدا، بس الالوان اللي مرسومة على الورقة بتاعتها ما كانتش عجباني، بس الدرجة الاحمر منها عجبتني قوي. وانا ما كانش عندي حاجات حمرا في الشتوي كتير، فجبتها بصراحة حلوة قوي. واللون الاحمر في الموديل ده خطيرة بصراحة.
فانا جبتها بصراحه وكانت عجباني قوي. ودي يا بنات كان سعرها 470 جنيه، ما تستغربوش السعر، هي طويله وحلوه وخامه وخطيره بصراحه وتستاهل. تعالوا بقى نتكلم على البيجامه دي. البيجامه دي حلوه جدا، عجبني ان الروب بتاعها على شكل دبدوب زي ما انتوا شايفين كده، مرسوم كده فيه عيون، الجيوب بتاعته واللكلوك بتاعه مش تقليدي، فيه كده زي قوس من ورا ومن قدام، فشكله خطير قوي بصراحة وعجبني جدا. البنطلون اسود سادة، والتوب بتاعها مفهوش افكار كتير وسادة كده وكم، فبرضه خطير جدا وعجبني قوي. هو ده كده كان شكله. وبصراحة البيجامة حلوة قوي وعجبتني، والوانها كده برضو مختلفة، فيها الفوشيا وفيها البيج والاسود، بس رغم كل الالوان الكتير دي لكن كانت لايقة كده ومتدرجة ومريحة للعين، يعني ما بتوجعش العين او مش بتضايق العين خالص. ودي كان سعرها 410 زي ما انتوا شايفين كده. ودي انا فاكراها يا بنات دي كانت الشتا اللي فاتت على طول. دي كده درجة الالوان، حبيت اوريها لكم. انا ما قدرتش افتح البيجامات بصراحة عشان اقدر احافظ على التطبيقة، وعلشان في بيجامات كده حاولت اخرجها مرضيتش تدخل خالص زي البيجامة دي، فبصراحة ما خرجتهاش تاني. هو ده كده شكلها يا بنات، دي حلوة قوي ومختلفة من البيجامات الخطيرة. زي ما انتوا شايفين كده انا جبتها، هي نظام البنطلون بتاعها والتوب واحد، لون كده درجة من درجات البني، ومنقطة كده الوان كتير كلها، وعليها زي ميكي كده وبيغمز او كده في رموش يعني. وده كان الروب بتاعها. بصراحة انا جبتها علشان الروب بتاعها خطير، القطيفة بتاعتها كأنها قطيفة شعر، مش زي البيجامات اللي انا وريتها لكم. هفتحها كده واوريكم الدرجة بتاعتها، درجة مختلفة كده ومش قادرة احددها، يعني واخدة من الكشمير واخدة من البني، وشكلها خطير، وبرضو اللكلوك بتاعها حلو قوي. بصوا يا بنات هوريكم كده القطيفة بتاعتها، هتلاقوا كده زي الشعر بالظبط، مش قطيفة زي البيجامات اللي انتوا شفتوها. بصوا كده شايفين، واضح ان شكلها مختلف خالص القطيفة بتاعتها، وشايفين كده وانا بمشي صباعي كأنها شعر، وبتدفي وحلوة جدا وخطيرة. يعني ده ممكن تلبسيه على اي بنطلون سادة عندك، اي توب سادة هيبقى حلو كأنك لابسة الروب ده على حاجة تانية خالص. بصراحة عجبني وشكله شيك كده ومختلف. عشان بس ما تستعجلوش وتجيبوا مثلا، في ناس وبنات كده وعرايس بتستسهل لما بتعجبها بيجامة بتجيب منها اكتر من لون. فلا يا بنات، في افكار كتير وفي حاجات كتير وفي اذواق كتير، وانتي لازم يكون عندك حاجات مختلفة لحد ما تعرفي ايه الحاجات اللي ممكن تلفت نظر جوزك او يحبها عليكي، وانتي كمان تحبي نفسك فيها، وبرضو يبقى عندك حاجات مختلفة. تعالوا بقى اوريكم كده اخر حاجة. السلوبات دي طبعا انتوا عارفينها، هي انتشرت كده في فترة، اللي هي السلوبات الدبدوب دي. خلينا نتفق ان هي مش عملية، لانك لما بتحتاجي مثلا تدخلي التويلت او تعملي اي حاجة او تتحركي او كده بتضطري انك انتي تشيلي السلوبات كلها او الجامب سوت كلها يعني. فبصراحة مش عملية خالص، بس انا جبتها كده على نفسي لان كان نفسي فيها. جبت دي كانت الدبدوب على قد ما هي كانت منتشرة في فترة، الا اني دورت كتير جدا جدا عشان الاقيها بصراحة. عجبتني قوي فجبتها. هو ده كده شكلها. انا جبت شكل الدبدوب فيه كده ودان وكرة كده من ورا، وجبت منها الدرجة دي اللي هي اللون البنك في الكحلي، فكان شكلها حلو جدا ومميزة كده وعجبتني خالص بصراحة فجبتها. انا جايبه كمان يا بنات طقم سلوبات اللي هي الكابل دي، هوريها لكم في فيديو تاني، بس انا حبيت اوريكم دي لان انا مش جايبه منها غير واحده، والطقم ده اللي هو الجامب سوت الكابل، فهبقى اوريها لكم بقى في فيديو تاني. بس حبيت اوريكم دي كده بجملة الافكار مع البيجامه اللي هي الاربع قطع او الثلاث قطع دي زي ما قلت لكم. بس كده يا بنات ده كان شكلها. بصراحة شكلها حلو جدا، ويعني هاتيلك واحدة على نفسك لو انت حباها. هي سعرها كان 360 جنيه او 370 بالظبط. بس كده يا بنات، كده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.